النهارده حابة ان انا اكلمكم عن الترندنج شيبسي. اكيد معظمنا سمع الترندنج شيبسي. هو شيبسي اصلا فكرته جاية من امريكا. تمام. الشيبسي بيكون بيتفتح من الجنب عادي، وبتحط فيه النكهات والفلافر والصوصات اللي احنا عايزينها وده كله. طيب، المشكلة في ايه؟ انا مش ضد ان احنا ناكل ترندنج شيبسي، بس هو بيتعمل ازاي؟ اولا كده الشيبسي بيتفتح من الجنب، بتحط فيه كريسبي، بتحط فيه ستريبس، بتحط فيه لحمة مفرومة، كل واحد واللي هو بيحبه يعني. زائد انه بتحط عليه بقى صوصات، بيك تيستي صوص، بتحط بافالو صوص، بتحط كاتشب، مايونيز، ميكس تشيز، بتحط شيدر، بيتحط. انا شفت حاجات غريبة بيتحط كل ده. طيب، احنا لو هنمسك كل حاجة بتتحط حاجة حاجة. اولا الستريبس والكريسبي، احنا قلنا الكفر اللي هو النشويات لما بتتقلى في زيوت ده غلط. تمام، فدي نقطة. ناهيك بقى اصلا عن الدهون والزيوت المهدرجة الضارة اللي بتدخل جوه الجسم. عندنا الميكس شيدر والانواع الجبن، ميكس تشيز والشيدر، وكمان الموتزاريلا اللي بتتحط دي برضو بتأثر. الزيوت المهدرجة بترفع لي الدهون الضارة في الدم، ودي مشكلة. تمام. الصوصات، الصوصات فيها نسبة سكر، فيها نسبة نشويات، فبترفع لي سكر الدم، وبالتالي الأنسولين بتفرز وبتخزن لي دهون. طيب، هل أنا هوقفكم من إنكم تاكلوا ترندنج شيبسي ده؟ لا، أنا هقول لكم بدائل صحية أكتر. هنستبدلها واحدة واحدة كده. بدل ما هنستخدم كريسبي وستريبس، هنستخدم بانيه برضو بس مشوي. بدل ان احنا ما نحط صوصات، خلينا نستبدلها بذرة حلوة وكابوتشا او خس، برضو هيدي نكهة حلوة جدا. الحاجات الضارة دي هترفع لي سكر الدم، هترفع لي دهون الدم، وكمان السعرات هنا عالية مش قليلة. احنا داخلين في رينج من 1000 ل 1500 سعر، يعني ده تقريبا احتياجاتنا، 3/4 احتياجاتنا اليومية في كيس شيبسي. تمام. فاحنا هنستبدل زي ما انا قلت البدائل التانية، بحيث ان احنا نقلل من خطر الزيوت المهدرجة اللي هتحصل، بحيث ان احنا نقلل من الانسولين اللي هيترفع بسرعة في الدم ده، وبحيث كمان ان احنا عملنا تريندنج شيبسي بشكل ظريف. تمام. والدنيا تبقى حلوة إلى حد ما نستخدمه ده. خلينا بس ناخده مرة في الأسبوع، مش أكتر من كده، ومش منعاكم من حاجة اهو. بس استخدمت بدائل صحية أكتر، ذرة حلوة، كابوتشا أو خاص، وبانيه، أو ممكن لحمة مفرومة بزيت قليل خالص، 8 كيلو مثلا، يبقى حلو. وهنعتبرها وجبة غدا مرة واحدة في الأسبوع. اشربوا مية كتير بعدها، وحاولوا انكم تاخدوا بيضة في اليوم ده بالليل، بروتين يعني، زودوا البروتين بالليل في اليوم ده. عادي، كله ترندنج شيبسي مفيش منه مشكلة، بس نستبدله ببدائل صحية اكتر زي ما انا قلت. دمتم بخير وشكرا.